احمد الجوادي اللي طلب انه يتفاعل معنا. احمد مرحبا بك. مرحبا بكم سي حسين الزوق، شنو احوالك؟ اهلا مرحبا. والله اهلا والله سي حسين الزوق تحصلت عليك توا الحمد لله. والله ما فهمتش كيفاش نقول، انا توا نسمع اخويا الصغير طلبني قدام التلفزه لحد الرياضي باش يفسروا شنو صار. انا مش في بالي باش يفسروا باش يحسوا النيه يعني نحكيو اللي صار بالرسمي. سمعت برشا حاجات الحقيقه ما تركزتش في كل شيء. والله شو نقول لك سي حسين، والله ما نعرفش حتى شنو باش نحكي ومنين باش نبدا. فما برشا حاجات قالت ما حسيت روحي مش نفس العبد ومش نفس الاشخاص اللي تعاملت معاهم قبل يعني. وحتى ميساجاتي اللي بعثتهم لك بعد اللي صار ولد البارح ما رجعتليش، قلت لك نكلم رجعتك ما رجعتليش ما كلمتنيش سي حسين. شنو الحاجات شنو الحاجات اللي سمعتهم ومش موافق عليهم احمد؟ اي اول حاجه فما حاجه قالت انه الكونترات تصحح في ماي. انا السؤال بتاعي علاش الكونترات تصحح في ماي سي حسين؟ علاش يا حسين؟ تصحح في ماي؟ انا شامبيون دي موند في بودابست 2024 في ديسمبر شامبيون دي موند. انا في شامبيون دي موند عيطت لي الوزاره في ديسمبر باش نحكيو في الكونترات. يتبدل المكتب في جانفي، نتحط اون كونتاكت معك انت، نقعد ديما نجري وراك باش يعني نشوفوا شنو نجموا نعملوا على الكونترات وما حد شيء. انا هذا الكل ما حبيتش نحكيه راهو بعد سنغافور. علاش تلزوني باش نحكيه؟ فما برشا حاجات ما حبيتش نحكيهم بعد سنغافور، ومش هذاك هو يعني السبب باش انه الكونترات صح في ماي انت تعرفوا وانا نعرف. بابا الوالد كل يوم يجيك للواحد البيرو فما حد شيء من با تاخذوه يعني. انا نتفكر للحظه هذه طالع خارج ماشي لجاكرتا، نجيك للبيرو ونقول لك راهي باش نعمل اللي ما عملوهوش قبلي، قلت لي باهي صحيت ان شاء الله. انا هذه نتفكرها كما تو. سي احسان انا في جاكرتا 3 جماعات اللي عديتهم في جاكرتا كل يوم نطلبك انت ورئيس مش رئيس انت ومنعم نطلبكم كل يوم يهز عليها حد. علاش؟ من بعد كي نعمل شامبيون دي موند نعمل دوبل شامبيون دي موند عرفت كل تكلم فيا. انا تاهم بالحق ما نحكيهوش يعني في التلفزيون، اما انا غالب يعني ياسر هكا. باهي مثلا انت شخصيا سي احسان وحتى رئيس الجامعه قلتوا لي فيليب لوكا خلصوا بالقسط الثاني. انا مستعد شخصيا اني الحجه من عند عادل الاشهاد يجيبها لك من كونتراتو من ميساج فوكال اللي انت قلت لي الكلام هذا اللي انه القسط الثاني هو الماشي فيليب لوكا. احمد خلي يتفاعل معاك سي حسين ونرجعوا لك. والله خلي علي. انا عندي يا احمد احمد عندك المجال والوقت اللي مفتوح لك انت وتحكي في النقاط اللي حسب بهم. فقط خلي يتفاعل معاك سي حسين وتتفاعلوا مع بعضكم. انه نيغوسياسيون دو كونترا تصير يعني انا في شهر مارس جيت للاداره وبدينا في النيغوسياسيون دو كونترا مش كان تاع احمد تاع الرياضيين الكل. صح بالنسبه لنا احنا الكونترا في مواد ماي سيناتور تاع توتيل تاع تاع احمد الجوادي في مواد ماي في شهر ماي تصح الكونترا. من وقتها بدينا في رصد الاعتمادات اللي هو في جوان خرجنا للجامعه. يقول لي سي احمد قبل الشامبيونات دو موند جايب حذايا البيرو وعملنا جلسه مع بعض وحكينا مع بعض وقال لي انا من الواحد كل شيء قال لي انا 2028 اقرا حسابي في 2028. قلت له لا في شامبيونات دو موند تو واحد حبوا النتائج تو والحمد لله يا ربي جابوا ما نجموش هكاك. لا هي ما جاوبكش. تفضل. ما نجموش هكاك. دونك جابوا ربي في الصواب وجاب 2 ميداليات ذهبيه وتم بالدوله التونسيه اقرت المنحه بتاعه يعني وتم صرف المنحه بتاع التتويج بتاعه عندها شهر التالي في الواحد. الكونترا وقت اللي تحولت الفلوس وفي موا دو جويي طلبوا شهاده تحويل عمله قامت مصالح وزاره الشباب والرياضه ببند شهادات تحويل العمله للجامعه والجامعه حولت الفلوس للرياضي في شهر اوت. في شهر اوت به وفي شهادات تحويل العمله راهو منصص عليها انه فما خلاص المدرب واللوجيستيك بتاعه اللي هي 105 ميل دينار
وفما 67,000 دينار بالنسبة للمصاريف اللي تم تحميلها على الرياضي، جابت لنا الجامعة في أنه هو اللي صرفه هو هذا 67,000 دينار تم تسليم شهادة تحويل عملة للجامعة لخلاص الرياضي به. قال بالنسبة أنه باش يخلص على الترونش الثاني، وقتاش هذا؟ وقت اللي جابت لنا التقارير المالية الجامعة وانه انه في القسط الاولاني المدرب ما خلصش، نقعدوا ما نخلصوهوش، ما سي تو في نورمال، مش نقولوا انه يلزموا يخلص، فما اعتمادات باش يتم رصدها في القسط الثاني ويلزمك تخلص لونترونور، سي تو في نورمال، انت ما خلصتوش في القسط الاول هي ماك باش تخلصوا في القسط الثاني ويلزمك تخلصوا في القسط الثاني. قلنا له اي نعم استنى بشويه، ما خرج من تونس استنى هي تو نحكي تو انت على انا ما نحبش الجدال هذايا، اما ما يسالش ولدنا ونجموا وقت اللي ما خلصش كي جابت لنا الجامعه تقارير الماليه انه هو المدرب ما خلصش، ايه كيفاش باش نعمل؟ ما هو مش يخلص في القسط الثاني. وكلمت والجامعه ورئيس الجامعه كلم الرياضي قال له يلزمك تخلص. وقداش من مره تو انت حكيت سي جوادي ومش نحكي، قداش من مره كلمتك على حكايه خلاص فيليب لوكا؟ قداش من مره؟ بلوزير فوا كلمتني. ايه يعني كلمتك اكثر من مره احمد. حاجه اخرى تو انا مش من واحد لا من غير ما نوريو التشكيل كي خليه يجاوب سي حسين ونرجع لك. خلينا نكمل، خليه يجاوب على النقطه هذه باش باش نكمل هذه برك. شوف نحن احمد ولدنا والى يومنا هذا الدوله التونسيه والرياضيين الكل موجودين، سواء مصالح وزاره الشباب والرياضه والدوله التونسيه انها تدعم الرياضيين بتاعها وانها تساند الرياضيين بتاعها، واليوم واقفين مع الرياضيين بتاعنا الكل. المساله اللي صارت في حكايه خلاص المدرب هذه يلزمنا نتجاوزوها ونصلحوها باش ما تعاودش مره اخرى. ايه بالنسبه لي نحن اليوم وغدوه واي وقت رانا موجودين لدعم الرياضيين بتاعنا والقيام بما هو لازم في دعمهم وفي اسناد المنح بتاعهم في المرافقه بتاعهم. واضح. هاي احمد تفضل. باهي ساعه باش نجاوبك من نقطه لنقطه سي حسين. انت قلت من الاول انه انا قداش مره كلمتني على المدرب على خلاص المدرب. ساعه فيليب كلمك، مش كان واش انت كلمتني، فيليب كلمك، انا كلمتك، كلنا نكلموا فيك. انا نبعث لك كابتشر ديكرون انه جماعه تالي كل يوم نطلبك، كل يوم ما يهزش عليها حد. ما نتصورش فيليب يكذب وانا نكذب يعني، وانا وفيليب ما بيناتنا حتى مشكله. انا لاخر لحظه خارج ماشي لجاكرتا نقول لك يا سي احسان راني ماشي امريكا من بعد، خليني نخلص الكوتش بتاعي باش ما تقعدش بيناتنا مشاكل. انا كيفاش تحبوني نخلص الكوتش وانا صارف 80 يورو صارف يعني ولا اكثر يعني، صارفهم من عندي اخذت لي 50,000 يورو، تحب نزيد نخلص طلعتي منها 25,000 يورو لفيليب ونقعد نستنى حتى انا ما عنديش فيني نعيش انا من بعد. انا شنو نعمل؟ انا حتى قلت لي قبيله المنحه بتاعه قالت عندها شهر التالي، قالت عندها 3 ايام باش تطبق. ما نعرفش يعني برشا اللي حكيتوه الكل نجم نقعدوا نعاودوا فيه الكل، اما راهو باش نتجاوزوا الاشكاليه اللي صارت ما نتجاوزوهاش ان نخلصوا فيليب ونعاودوا نبداو الحكايه هذه الكل من الاول وجديد. كونتراتو يتصحح مؤخر، كل شيء يتقدم مؤخر، هذا كله ما يلزمش يصير. باش نتجاوزوا الحكايه نرجعوا للجذور بتاعها، ما نبداوهاش من جوست نصحوا ونخلصوا الكوتش ونقعدوا نفرقوا بعض. سي احسان انت قلت انه دخلت تخدم في مارس، اما الكونترات راهو تبعث عند الجامعه دو ريبريز، تبعث في جانفي وفي فيفري، انت تزيد تخدم في فيفري بعد ما تنحى ولي قبل. علاش مش من فيفري ما يتصححش الكونترات واحنا نبداو نخدموا على رواحنا انا وتوا عندي كونترات جديد تبعث من اوت، نقعدوا تقولوا لي لازم نعاودوا من الاول جديد. علاش؟ خاطر ما نجموش نبداو من سبتمبر، نجم نمشيو نبداو في جانفي. انا توا شامبيون دي موند، تريبل شامبيون دي موند سون كونترا. شنو تحبني نقول لك يعني؟ هذا كل نحكيه معاك، حاولت باش نحكيه معاك اما شيء يعني. اللحظه الوحيده اللي حسيت تنجم تسمعني هي اللحظه هذه. شوف سي محمد علي نجاوب الخير. لا هو انتم متفاهمين، راهو احمد مع احمد متفاهمين اكثر الرياضيين اللي انا جو سوي اون كونتاكت معاه. واضح. عندنا ما شاء الله من الرياض. خلينا نكمل يا احمد عايش ولدي عايش ولدي خلينا نكمل عايش ولدي. اسمعني انا مش واجهني اللي صاير مع ايوب اكثر من اللي صاير معايا انا. اسمعني
اسمعني، تعرف اللي نحن نو سوم اون كونتاكت وحكينا برشا مرات وقعدنا. اذا ما نجاوبك سامحني عادة، خلينا نتكلم يا احمد. يا احمد خلي يجاوبك احمد ونرجع لك. خلي يجاوبك ونرجع لك. التالي الوالد بتاعك كان بحذايا ولا 10 ايام التالي. شوف معناتها المشكل الكل مشكل اداري يتحمل فيه الرياضي، ولا مشكل اداري قاعد يتحمل فيه الرياضي. يا احمد تعرف اللي نحن اون كونتاكت، وبالنسبه في لي بلوكا اكثر واحد اون كونتاكت معاه هو انا. سي حسين فما لا كل شيء وشفت قبيله كل شيء موثق. اسمعني يا احمد، عايش ولدي اسمعني. انا كل شيء موثق. هي انا اون كونتاكت مع فيليب لوكا اكثر من اي واحد اخر، واكثر من الجامعه، واكثر حتى معاك انت مع فيليب لوكا ماكش اون كونتاكت اكثر معاك. انا نقول لك شنو، انا نهار الجمعه برك نحكي مع فيليب لوكا ومانيش باش نقول شنو قال. ومدربه السابق اهل المعلومه. مدرب مش المدرب الحالي في فرنسا. مانيش باش ندخل في ديتاي اخر. تو شوف انا اليوم راني جاي نمثل وزاره الشباب والرياضه ومسؤول في الدوله، مش مانيش احسان الزوق في شخص احسان الزوق باش نكونوا واضحين. اليوم نحن بالنسبه عكس هذا بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه والدوله التونسيه اللي قامت به مع جميع الرياضيين قاعدين نعملوا لي بروسيدير. اليوم تقول لي راهو صحيح لي كونترا قاعده تصح مؤخر وفما بطء في الاجراءات وفما ميزانيه مالوريزمون مربوطه بالميزانيه، ماهوش مربوطه بالموسم الرياضي. مش نكملك شفت نورمالمون اللي ترصد يلزم ترصد حسب الموسم الرياضي مربوطه بالميزانيه. فوالا اليوم نحن خلاف ان لاني بودجيتير يعني السنه الماليه تبدا من جونفي حتى ديسمبر، اللي هو عكس السنه الرياضيه اللي هي تبدا من سبتمبر 1. هذه يلزم توليف، يلزمنا نلقاو اجراءات باش نسرعوا فيها. حسين عندنا برشا نقولوا يلزم توليفه، يلزمنا نتعداو للاكسيون. اليوم يلزمنا توا بعد شامبيون دي موند. احمد الجوادي الرياضي الوحيد اللي نحن عملنا جلسه عمل ووافقنا انه هو باش يعمل كونترا 26 27 28، وجينا بروبوزيسيون تاع كونترا قاعدين ندرسوا فيها تو باش يعمل عقد اهداف لمده 3 سنوات باش ما نقعدوش كل عام نعملوا في عقد وتصح العقد وكذا. هذه مساله في الترفيع في الميزانيات. وقت اللي تقول لي ان نيغوسياسيون، خاطر فما فرق ما بين البودجي اللي تبعثه الجامعه والاستيماسيون تاع البودجي، خاطر فما امكانيات زادة تاع الدوله اللي هي تجي انت تقول لي مثلا انا راني حاجتي بكونترا والا الكونترا بتاعي 700 مليون، نقول لك راهو امكانيات الدوله ما تسمحش، ماهيش قادره ان باش تعطي 700 مليون. هذا نعرفوه والبطء في اسناد في ابرام العقد. هوني زاد حتى الجامعات يلزمها تقوم بالدوره نتاعها شويه. اما احنا نجيو وقت الانتخابات وعود انتخابيه في الجامعات وكل رئيس جامعه وباش نعمل وباش نحل في البحر طريق ومن بعد حاجه شيء. الجامعات اللي يجيو زاد لازمهم يدبروا سبونسورينغ ويدبروا فلوس ويعاونوا الرياضيين، مش فقط الدوره نتاعها تخرج بلاغات كما اللي خرجته جامعه السباحه. هاي سي محمد علي او مش نعطيك. اسمع سي حسين، راهو نحكيو بغيره كيما نغيروا على بلادنا وعلى وزاراتنا وعلى سمعه بلادنا، كيما نغيروا على رياضيينا، لانه هذا احمد جوادي نبنيو عليه في احلام. شكون نسى وقت اللي توج ببطوله العالم وك الفرحه الكبيره اللي عشناها معاه احمد الجماعه احمد الجوادي، وما زلنا بادين عليه احلام وننتظروا منه في نتائج اخرين. اي دونك يلزمنا نحضروا له الارضيه. انا مع هذا. شوف بالنسبه لي نحن نعاود ونقول ساهمت الدوله، راهي الدوله تعطي الاعتمادات وترصد الاعتمادات. فما دور اطراف اخرى اللي هي لازم تكون الجامعه يلزمها تكون موجود. راهو نحكيو ديما على مساهمه الدوله، هي مساهمه ليزانستونس والهياكل الاخروين. علاش كل شيء يتحمل على الدوله؟ وتعرف انت الاجراءات القانونيه والتراتيب الاجرائيه في منح التموين العمومي نلقاو حتى في الجمعيات. يلزمنا نحاولوا نسهلوا اجراءاتنا نيغوسياسيون تاع لي كونترا يلزمها تكون على بكري، يلزمها تكون على بكري. شوف سي احسن وصرف المنح يكون على بكري. ما يلزمناش نمشيو في تبرير. انت سي احسن حكيتوا المشكل واعين به كوزاره، ولا يلزمنا نصلحوه مش نبروه المشكل، يلزمنا نصلحوه. لانه العلاقه تاع سامحني، هذوما شكونهم؟ هذوما
ولادنا ولاد تونس. بيان سور تونس دارهم الكبيره، عائلتهم الكبيره، يدلوا على بلادهم، ومن حقهم انهم يدلوا على بلادهم، خاطر وقت اللي فرحوا بلادهم ماهيش مقصره معاهم، ماهيش مقصره معاهم، لكن نحاولوا نوفروهم ظروف اسهل. خليه واحد كيما احمد الحفناوي، تعرف احمد الحفناوي احمد الجوادي عفوا، يعوم في 8 كيلومترات كل يوم وتحذيرات شاقه، اوليو باش يركز في التحذيرات نتاعو ويركز في الجانب الرياضي. السيد هذا يلقى روحه مطالب انه يركز في فلوس مدرب وفي عقد تصح ولا ما تصححش، وفي اوقات وفي غيره. خلينا نسمعوه هو باش نختموا. نسمعوا احمد خلينا نسمعوه حتى احمد ايوه، وخلينا نختموا. اخيره بالنسبه لنا نحن اللي كونترا لازمنا نلقاو حل ان نحن باش نعملوهم بصفه مبكر، باش يتم صرف المنح بصفه مبكر، لكن يلزم زاده الرياضيين بتاعنا والا الجامعه، سيرتو الجامعه يلزم سويفي. اليوم علاش انا مدرب عامل كونفونسيون مع رياض ودي جامعه صحتها يا اخي بدلوا يا كابتن، لازم تتبدل. شو تخطر انا كلمه سميره خاطر انا الموضوع هذا عندنا 20 سنه نتكلموا من اسامه الملولي، عندنا 20 سنه نتكلموا في نفس الموضوع والتعقيدات الاداريه هذه. الدوله تقول لك انا صبيت الفلوس والفلوس ما توصلش الوقت ودور الجامعه وكذا. خلينا في الامور العمليه. 3 نخب، قال النخبه الواعده والنخبه كذا ونخبه النخبه. سؤالي سي حسين، نخبه النخبه قداش فيهم الرياض؟ لا هذا تو جاوبنا عليه بعد ما ناخذوا احمد، خاطر بديك لا جورير زاد او احمد بعيده على الانترميديير نتاع الجامعه. دور الجامعه كذلك. ثم جوادي بطل عالمي. شفت هو الرياضي راهو اكثر من الجامعه، اكثر منه من الوزاره. بالنسبه للجوادي ما يستحقش الفلوس هذيكم تجي زياده. معناها نورمالمون بطل عالمي كما هذا السبونسور يجري وراه. فما هو دور الجامعه لهنا واللجنه الاولمبيه كذلك في الموضوع هذا؟ تجيب السبونسور. راني قلت لك انا وقت حملتهم الانتخابيه رؤساء الجامعات وعود كبيره وبعد شيء ما فما. خلينا ناخذوا احمد عندهم الكونترا دو سبونسور. هاو ومثلا الوزاره ما عندها حتى علم. واضح. هاي احمد تفضل خلينا ناخذوا معنا احمد قبل ما يقص علينا التليفون. تفضل احمد، خلي لك كلمه الختام. كلمه واحده ساعه. انا والله رياضي اخر همي فلوس ما نحكيش. صحيح. والحقيقه والله اخر همي الفلوس. انا نعمل هذايا خاطر طفل صغير احلم بحلمه وما زلت ماشي يعني. وكلنا حلمنا معاك الحلمه يا احمد. ماذا بيا ما تعطلنيش الحكايات هذيا يعني على اللي نحب نعمله وعلى اللي باش نعمله ان شاء الله. نورمالمون ما نخطوش نحكيو هكايا، نورمالمون زي كل ما يصيرش يصير. وسمعت 700 مليون ولا قداش. احنا ديما حلنا فيهم خلي عاد باش نترونسفيريو 700 مليون. بون الحقيقه الحاجه الوحيده اللي طلبها انه كل شيء يكون موجود. مانيش طالب زايد، ماهوش ليان زايد في كل الحالات. والله هاني قلت لك يعني انا بدا بيا ذا كله ما كانش يصير. وحتى ما نكون اونفونتير مع المدرب بتاعي الاكس كوتش بتاعي، وحتى المشاكل اللي صارت الكل ما خلتنيش حتى باش نجم ننظر له عيني في عينه. يعني بعد شنو يصير تخرج الجامعه تقول راني انا هو اللي قصرت في مهامي الرياضيه تاع التوظيف. لهذا الكل يعني هما اللي قالوا لي باش نعمل هكاكا. والكلمه بالكلمه جات مع سي احسان زوق ومع سي انور لازمني نخلص بالترانش الثاني. وما نعرفش الحقيقه انا وقتها ما فهمتش شنو لازم نعمل. قعدت باهت وحتى بخلاف اما تضريت عليها انه الفلوس وكل شيء ما خلصنيش، وحتى الكونتاكت كله مازال ما خرجش. زيد نضر عليها حتى في كايماج دو مارك، نضر عليها حتى مع السبونسور بتاعي. يعني انت ما تضريت ما نعرفش شنو لازم يكون تعليقي على هذا الكل. اما الحاجه الوحيده اللي نعرفها اللي مهما يصير باش نقعد يعني نكمل في طريقي للحلم هذايا. دعم موجود مش موجود ونحن معاك. مش موجود مش نقعدوا ديما معاك ومدعمينك باش تحقق يا احمد سي حسين قال لك احنا معاك
والتوانسه الكل معاك. انت قلت قاعد تحلم في حلمه، قلت قاعد يا احمد قلت قاعد تحلم في حلمه، راه مش قاعد تحلم فيها وحدك، خليتنا الكلنا نحلموا في الحلمه هذيا كتوانسه. وبرافو على الكلمه اللي قلتها، وراو تونس الكل وراك يا احمد، من اعلى هرم السلطه، بلاد كامله وراك يا احمد، ومأمنين بيك ونعرفوا اللي انت كيما فرحتنا ما زلت تنجم تفرحنا. تحيه لامك وابوك اللي نعرفهم شخصيا قداش تعبين عليه وقداش وطنيين وقداش يحبوا البلاد هذه وقداش يدفعوا قداش عاونوهم من اجل انه يفرح ويرفع رايه البلاد هذه. يا احمد اتهنى انه مشاكل كيما هذه في اسرع وقت باش يتم حلها. احنا معاك كيما سي احسان لهنا، كيما سيد وزير الرياضه ايضا، كيما سيد رئيس الجمهوريه، الناس الكل باش تلتف على الموضوع نتاعك. وملاعبيه ورياضيين في قيمتك انت اليوم ماهوش من دورهم انهم يقعدوا يخموا في مدرب خلص ولا ما خلصش وترانسفير وسويفه توصل والا ما وصلش، يركز على روحه في التدريبات نتاعو كيما قلت لك يا احمد. احنا الكلنا معاك، تفضل خويا خليك كلمه الختام. اخر حاجه انا صوتي يوصل ماهيش مشكله، اما بالله ما تنساوش الحفناوي، اهم حاجه راهو مازال صغير، وبالحق ما تضيعوهوش، ما لازمش ايوب يضيع من ايدينا. حفناوي يا احمد يعطيك الصحه، برافو يا احمد يا احمد يا احمد برافو ما خممش كان في روحه يخمم في زميله. حفناوي حمدوله رجع رفعت العقوبه.